السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا طلعنا يا حبايبي مع حضراتكم تاني على السطح اهو علشان نأكل البط بتاعنا. احنا حطينا له طشطية هي مليانة مية علشان بيحب يطلع فيها ويستحمى. ودلوقتي انا المكنة اللي انا وريتها لحضراتكم اهو ثبتناها على المقص اللي احنا عملناه، ثبتناه على كرسي خشب، او ممكن الحداد يعمل لك عليه يثبتوا لك على حاجه حديد. وادي شكل المقص حضراتكم من الجنب اهو، شكل المقص اهو، ودي اليد بتاعته. عاوزه الحداد بقى يعملها لك الايد حديد مفيش مشكله. ادي شكل المقص، وادي السكينه لما افتحها، دي السكينه اهي زي ما انا قلت لحضراتكم ووريتها لكم اهو. دي السكينه مفتوحه على الاخر اهي اهي. وهنا المجرى ده ادي حته حديد هنا وحته حديد هنا، ودي فاضيه مفرغه من النص اهي زي ما انتم شايفين حضراتكم، مفرغه في النص اهو اهو. والعود الحديد السكينه دي بقى مسنونه، الحته دي مسنونه يا حبيبه قلبي. دي الحداد بيسنها لك او تاخديها للاخ اللي بيسن المقصات او السكاكين يسنها لك اهي زي ما انت شايفه اهي. والله والله اختراع رائع رائع رائع، هيريح اي واحده ست عندها طيور. بتقطعي بيها قش، تقطعي بيها عيش، تقطعي بيها خس، تقطعي بيها ورق كرنب، لان البط والفراخ دايما ياكلوا الورقه ويسيبوا العود. فانا هوري حضراتكم عملي، بس ربنا يوفقني يا رب العالمين واعرف اظبط، عشان انا برضو لوحدي اظبط واوري لكم انا هستعملها ازاي. بسم الله. معلش سامحوني علشان انا المفروض يبقى في حد معايا يمسك لي، فانا هحطها كده قدام حضراتكم. البط طبعا مش مخليني اعرف املك. بس طبعا خلي بالك من ايدك لانها حاميه وعورتني مرتين لحد دلوقتي. بتقطعي الحجم اللي انت عاوزاه يا حبيبه قلبي، بتقطعي الحجم اللي انت عاوزاه، حجم صغير حجم كبير اهي ما شاء الله. بسم الله. اجيب ورقه تانية. بسم الله. بحط الورق كده، احط الورق كده واضغط تروح قطعه الورقه مع حضراتكم اهي. طبعا انا لو لوحدي يعني قصدي لو من غير التصوير بقطع الورق اصغر من كده خالص، بس طبعا انا مش عارفه املك علشان انا لوحدي. فانا بس حبيت اعمل لكم اصور لكم منظر السكينه اهي او المقص. بتروح للحداد بتقولوا له انا عاوزه مقص، وممكن تاخد الفيديو دي معاكي وتوريه له. عباره عن الحته دي حديده بسنها ومثبته في الحته. هم 3 قطع قد بعض بالظبط، 3 قطع، القطعه دي والقطعه دي والقطعه دي 3 قد بعض في الحجم. وبيعمل بالحم دي وبالحم دي في حته صفيحه كده او حته حديده بالحمها فيها، بتتلحم من هنا ملحومه ومن هنا ملحومه، وفي مسمار ماسك ال3 مع بعض. دي مسمار ماسك ال3 مع بعض. فانت زي ما انا قلت ممكن تاخد الفيديو بتاعي وتروح للحداد. ما بتتكلفش كتير يا حبيبه قلبي، بتتكلف حوالي 100 جنيه. تروح للحداد وتقولي له انا عاوزه واحده زي دي بس بالفيديو علشان يعرف يعمل زيها. 3 قطع من الحديد، ادي قطعه، ادي 2، ادي ال3 اللي هي فوق دي، ويعمل لها يد. وال3 بيكونوا زي بعض بالظبط، ويعمل لهم مجرى بحيث ان السكينه تنزل كده في النص. السكينه بتنزل كده في النص. هي طبعا في حاجه ورق برس بتاع دي الخاص واقف في النص، فعشان كده مش عارفه انزلها لك للاخر، لكن هي المفروض بتنزل للاخر كده اهي. حطي وتضغطي كده برسيم خاص اي حاجه عندك
هنقول مثلا قشرة ليمون برتقان، بتحط كده وتضغطي، وهي بسم الله ما شاء الله. يعني والله والله عملية جدا جدا جدا. وربنا يوفق الجميع يا رب العالمين، ربنا يوفق الجميع يا رب، وييسر لكل واحد امره. طبعا حاطه لهم الميه اصلا امبارح، نزلوا اول ما حطيتها لهم نزلوا كلهم استحموا جوه. فالبط اصلا بيحب الميه الكتير والعك. وربنا يوفق الجميع يا رب. طبعا انا هحط لهم ورق خاص، انا جايبه في الشكاره اهو، لسه قصدي ورق كرنب على ورق خاص، طبعا لسه ما قطعتوش اهو زي ما انتم شايفين. وجايبه العيش بتاعي اهو برضه هقطعه واوريه قدام حضراتكم. بس انا هم بيحبوا العيش بالميه، فانا هوريلك بس ان انا العيش نفسه هقطعه بنفس المكنه دي بنفس المقص ده يا حبايبي اهو. عاوزه تقطعي بالمقص حطي، عاوزه تبليها في الميه اهو حط زي ما انت عاوزه، بالمقص ماشي، تحط في الميه ماشي. لكن التربيه سهله والتربيه مش صعبه يا غاليه انت وهي. ندخل بقى على الفراخ نوريها لكم برضو اهو. بسم الله ما شاء الله الفراخ بتاعتي بدأت تتقدم. بس امبارح لقيت في حاجة فيهم تعبانة اهي. لقيت في حاجة عنده واحدة منهم بيضة وفرخة بيضة. تهيالي هو الديك اللي جه عليا الابيض ده، ولا ده واحد منهم من الابيض. انهضت واحد بالسكينة، والباقيين الحمد لله الف حمد والشكر لك يا رب العالمين. اتضح ان هم كان بقى ديك واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ديوك، خمس ديوك من 15 فرخة اهم. بسم الله ما شاء الله اه. فانا المفروض انضف لهم، بس المفروض اجيب الحمل بقى معايا من تحت انضف عشان اثبت الموبايل. وطبعا زي ما انا قلت لحضراتكم دي طماطم بايظه اهي، دي طماطم برضو اه اهو. هو الديك اللي ده هو الديك ده هو اللي كامش من امبارح اللي ماشي ده. لكن الباقيين بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. البط بقى راح سايب مكانه وجاي يجري عليا هنا وعاوز يخش معاهم. وطبعا لو دخل ايه اللي بيحصل؟ الفراخ طبعا بتنزل ضرب فيهم لان هم لسه صغيرين. ومش عارفه فجأة كده لقيت البط عمال ينتش في لحم في ريش بعضه مش عارفه ليه. وطلعتهم في الشمس برضو مفيش فايده. فاذا اراد الله يوم السبت بروح للدكتور الوحده البيطريه واقول له يديني حاجه للافتراس، لانهم لو داقوا لحم لو داقوا الدم بتاع بعض كل سنة وانتم طيبين هينهوا بعض. فأنا بس بعتذر من حضراتكم من المنظر، لأن دي أوضة تربية فراخ مش أوضة إن احنا هنعيش فيها. بسم الله بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك للجميع يا رب العالمين. والتربية من أسهل ما يكون، أنا قلت التربية البلدي من أسهل ما يكون. ما تكسليش عن التربية، حاجة تنفعك في بيتك الحاجة. وخصوصا البلدي بقى غالي جدا جدا جدا، والفراخ البيضة برضو بقت غالية جدا. الفراخ بتربيها لمدة شهر، بتوكليها علف البلدي بالذات بتوكليها لمدة 15 يوم علف ناعم اللي هو علف بادي. عاوزة تكملي شهر بتحط بعد ال15 يوم بتحط لهم علف ناهي اللي هو الحباية الخشنة. وبعد الشهر تبدأي تأكليهم أي حاجة عندك في البيت، أو بعد 15 يوم بيكونوا شهر. خلينا في شهر بتوكليهم أي بواقي خضار، قشر بيض ماشي. أنا كنا مطلعينهم قشر بيض أهو أهو. أنا قشر البيض مش برميه، بدبقه وبحطه في العيش أهو. حتى حضراتكم بحطه مع العيش أهو يا حبايبي، لأن ده عبارة عن كالسيوم. فقشر البيض ما ترموهوش، جمعيه في كيس وسيبيه عندك في المطبخ وانت طالعه للفراخ بتاعتك طلعه له اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اهو. بدأوا يشدوا في ريش بعض ويعضوا في بعض اهو اهو. اهي شفت حضراتكم البطه بتنتش ريشه البطه التانية اهو وتاكل فيها. مش عارفه في ايه يا رب. ربنا يكفينا شر العين يا رب، ربنا يكفينا شر العين يا رب اهو. اهو زي ما انتم شايفين بتنتش الريشه بتاعتها اهي اهي. فاذا اراد الله ننهضهم على يوم السبت ننهض نروح للوحده البيطريه او الدكتور او صيدليه بيطريه نجيب لهم الادويه بتاعتهم بدل ما يموتوا بعض اهو. وادي الطماطم برضو جايبه لهم العيش، بس طبعا انا لسه هبله في الميه اهو.
وربنا يبارك للجميع في حاجته يا رب العالمين. ربنا يبارك للجميع في حاجته يا رب. البط مش مستني ما اخلص، جعان اهو. انا بحطهم كمان في الميه انا بيدي عشان يتعودوا على الميه، عشان يبقوا ينظفوا نفسهم. ان البط زي ما أنا قلت من عشاق الميه. والفراخ طلعت دخلت على هنا اهو اهو. نصهم جوه ونصهم هما. طبعا المفروض كل واحدة تطلع بطها او فراخها بتطلعها شوية في الشمس، لكن عشان انا الأوضة بتاعتي متعرشة بالعروق فمش بتخش لها الشمس غير من الباب السلك. الأوضة معرشينها قريب اهو اهو زي ما انتوا شايفين حضراتكم. دي الأوضة اللي وقعت كان فيها 70 حمامة وقعت عليهم، اللي مات مات واللي طار طار والباقي اديناه لصاحب نصيبه اهو. وطبعا دي الشباك برضو عاملينه عشان التهوية، حاطين عليه سلك عشان ما فيش لا فار ولا عرسة تخش لهم اهو. انضموا كلهم على بعضهم. بس طبعا الفراخ ما ينفعش ان انا اسيبها بره، لان الفراخ اصلا بتحب تطير. يعني انا لو سبتها السطح بتاعي طبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو مكشوف، فممكن يفطوا من البلكونه على الشارع. ولو فطوا على الشارع بقى كل سنه وانتم طيبين، مفيش حد بيرجع حاجه لحد. اه السطح بتاعي مش مكتمل، مفيش سقف عندي اه. وربنا يبارك للجميع يا رب العالمين. والدنيا غالية، هنعمل ايه؟ الدنيا غالية، غليت على الكل مش علينا احنا بس. وربنا يعين كل واحد على حاله يا رب العالمين. ربنا يعين كل واحد على حاله. انضموا كلهم على بعض. يا ريت الفراخ ما تضربش البط وانا كنت اسيبهم مع بعض، لكن للاسف الفراخ ممكن تموت للبط، وخصوصا الديوك. الفراخ دي دلوقتي بتهيالي انا كنت جايبها قبل رمضان بشهر ونص. قبل رمضان بشهر ونص الفراخ كنت جايباهم مع الفراخ البيضة. الفراخ البيضة الحمد لله اندبحت، واللي فاضل لي دول ربنا يبارك لنا فيهم يا رب العالمين. حاجة بتسلى فيها وبتلم حسنة البيت الناس اللي بيبيعوا الخضار اللي في وشنا دول، بدل ما كان الخضار ده كله بيترمي في الزبالة ومش بيبقوا لاقيين حد يجي يشيلوه. فاني لما جبت الحاجة قلت لهم يا جماعة الخير ادوني الحاجة دي بدل ما ترموها. قالوا ما فيش مشكلة، فبقوا يجيبوها لي والله لحد باب البيت، يحطوها لي على الباب على البوابة من تحت، ويرنوا عليا الجرس: يا حاجة اطلعي انزلي خدي الحاجة. ولو تقيلة هم بيطلعوا افتح انزل لهم السبت في المفتاح في السبت، وهم بنفسهم يشيلوا لي الحاجة. ربنا يجازيهم عني كل خير يا رب العالمين. ربنا يجازيهم عني كل خير يا رب. اهو حاجة احنا بنستفاد بيها، وهم بينظفوا مكانهم ان هم بيتخلصوا من الحاجة بتاعتهم. هي مشكلتي بقى الفراخ زي ما انا قلت، الفراخة بتضرب البط، والبط دلوقتي بدأ يفترس بعضه. طبعا انا مش هينفع ان انا اقص المنقار، لانه لو برضو المنقار نزل دم هيبهدلوا بعض. فهو الحل ان انا اروح للوحدة البيطرية بكرة اذا اراد الله، وخلوهم يدوني علاج للفراس ده قبل ما ياكلوا، قبل ما يدوقوا اللحم. لو دقوا لحمهم كل سنة وانتم طيبة، مش كانت طيبين، مش هينفع معاهم حاجة. طبعا في البلدي او في الابيض بالذات، او لا الفراخ البلدي الديوك بتفور بسرعة وبتكبر بسرعة. بس طبعا لما يبقى عندك 10 فرخات ما ينفعش ان انت تسيبي في وسطهم 5 ديوك، هيبهدلوا بعض. 10 فرخات يعني تسيبي لهم ديك واحد، على كل 10 فرخات لهم ديك، مش اكتر من كده، علشان الديك هيبهدل الديك التاني ومش هيخليه يعيش. عن تجربة يعني. الحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.